السلام عليكم. مرحبا بكم في فيديو جديد من فيديوهات ريما مون لتعلم الطرز والفصالة والخياطة. الفيديو ديال اليوم غادي يكون على مجموعة من الرشمات اللي كنستخدموهم في الطرز الرباطي بالماكينة، ويمكننا ايضا ان احنا نستخدموهم في الطرز الرباطي باليد او التنبات. ولكن قبل ما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. من هاد الرسمات اللي اختاريت لكم يعجبوكم وتستخدموهم وتخرجوهم. بالنسبه لي ما عرفتش كيفاش ياخد الرسمات من الفيديو، غادي نخلي لكم في صندوق الوصف الرابط ديال صفحه القناه على الفيسبوك، وغادي تلقاو فيه عدد كبير ديال الرسمات سواء ديال الطرز او حتى الرسمات ديال باندو كروا او الطرز ديال الكانفا بالنسبه للناس اللي كتبغي باندو كروا او طرز الكانفا. وغتلقاو ايضا اشياء اخرى اللي كتهم مجال ديال الطرز والفصاله والخياطه. كذلك غادي نخلي لكم الرابط ديال انستغرام اللي كنزل فيه ايضا العديد من الرسمات ديال الطرز الرباطي بالماكينه والطرز الرباطي باليد والتنبات وحتى الطرز التونسي والطرز باندو كرو والطرز ديال الكانفا بشكل عام. نتمنى انكم تشتركوا في صفحه الفيسبوك والانستغرام. الصراحه البنات انا كنشجعكم بزاف انكم تعلموا الصنعه، واخا تكوني كتقراي في العطله استغلي الوقت الفراغ ديالك وتعلمي شي صنعه كما كانت. ولا كنتي مجوجه وعندك وليدات شجعي ولادك حتى هما انهم يتعلموا الصنعه. الصنعه لما غنات كتستر. بالاضافه غتنقص عليك بزاف ديال المصاريف، خصوصا بالنسبه لربات البيوت كيبقى عندهم شويه ديال الوقت يقدروا يستغلوه في تعلم الصنعه. ماشي ضروري انك ديريها حرفه وانك تربحي منها الفلوس، ولكن فقط ممكن تصوبي شي حويجات لراسك ولوليداتك ولراجلك وتنقصي حتى على راجلك بزاف ديال المصاريف، خصوصا دابا الدنيا غلات كلشي ولا غالي وداكشي غادي وكيغلى والصالير مازال ثابت ما كيزيدش. فما نضيعوش الوقت في مواقع التواصل بلا حتى شي هدف بلا حتى شي حاجه. اللهم نتعلموا الصنعه، اللهم نتعلموا الصنعه ولا شي لغه، ولا نتعلموا الدين ديالنا شي معلومات على الدين ديالنا وتعرفوا على الدين ديالنا، ولا حتى كاع الثقافه عامه ولا اي حاجه. المهم شي حاجه اللي نستافدوا فيها طال ما كندوزوا الوقت كنخلصوا الويفي كنخلصوا الويفي. اللهم نديروا شي حاجه اللي نستافدوا فيها ونسمعوا شي فيديوهات اللي نستافدوا فيهم من الوقت ديالنا. نحاولوا نبعدوا على القيل والقال والمحتويات التافهه اللي ما فيها حتى فائده او منفعه غير كترسد الذنوب وصافي، ونستغلوا وقتنا في الحاجه اللي ممكن تفيدنا وتفيد وليداتنا ودارنا ايا كانت هذه الحاجه. اليوتيوب فيه بزاف ديال القنوات المفيده والمحتويات المفيده اللي نقدروا ندوزوا فيها وقتنا. اسمحوا لي انا فقط بغيت نعطيكم يعني نصيحه اخويه بكل حب، ونتمنى انكم تقبلوها مني. اذا نرجعوا للرسمات ديالنا. كما ديجا قلت لكم من قبل، بالنسبه اللي كيشوف القناه لاول مره، باش كتخرجوا الرسمات ساهل. كتوقفوا الفيديو كديروا سكرين شوت، كتحتفظوا بالرسمه اللي بغيتو تخليوها عندكم، كتقطعوا الاجزاء اللي ما عندكم ما ديروا بها، كتخليو فقط غير الرسمه بوحديتها. من بعد كتمشيو لعند السيبر اولا كتمشيو عند اللي كيديروا فوتوكوبي وكتقول لهم انهم يخرجوا لكم رسمه، كتصيفطوها لهم في الواتساب وهما كيخرجوها لكم. كيخرجوا لكم الا بغيتوها على التقطه ديال الورقه ديال الورقه البيضاء كتقولوا لهم 4، بغيتوها كبر كديروا 3. كان عندكم بزاف ديال الرسمات خرجوا غير رسمه واحده، شوفوا الشكل ديالها اولا الحجم ديالها قداش، واش هو داك الحجم اللي بغيتو ولا لا، ومن بعد عاد تخرجوا البقيه ديال الرسمات. بالنسبه للثمن في السيبر كيديروا لها درهم الوحده، ولا كيديروا فوتوكوبي كيديروا 6 دريال الوحده، ولا كان عندك بزاف ممكن يدير لك حتى 5 دريال الوحده. يعني تخرجي رسمه ب5 دريال او 6 دريال كتبقى زوينه ويعني اقتصاديه وما مكلفاش. من بعد كتاخدي ديك الرسمه ديالك كدوزي عليها سكوتش. علاش كدوزي عليها سكوتش؟ باش ما كتقطع لكش الورقه ملي كترشمي، لحقاش انت فاش كترشمي تاخدي ستيلو ما كيكتبش. علاش ستيلو ما كيكتبش؟ لان الا خديتي ستيلو كيكتب وبقيتي كتعاودي على داك السكوتش اللي انت دايره
غادي توسخ يدك بالمداد، وغادي توسخ لك الثوب بالمداد، وغادي تولي حالتك حاله بالمداد. داكشي علاش كناخدو ستيلو ما كيكتبش، وكنبقاو كنبركو على ديك الرشمه حتى كنبركو عليها مزيان باش كتطبع لنا في الثوب. بطبيعه الحال كنديرو من التحت، كنديرو الثوب ديالنا على وجهه، وكنديرو ورق الكربون، وعاد كنديرو الرشمه باش ورق الكربون هو اللي كيطبع لنا الرشمه على الثوب. حنا كنديرو السكوتش غير باش ملي كنبركو ما كتقطعش الورقه ديال الرشمه ديالنا، ما كتقطعناش، كتصبر. كنخدموا بها مره جوج 3 10 شحال ما خدمنا بها كتبقى يعني ما كتقطعناش. الا جيتي خدمتي نيشان بلا سكوتش غير انت غادي دوزي على الرشمه غادي تقطع. هادشي علاش كنديرو السكوتش، يعني غير للعلم بالشيء. بالنسبه لهاد الرشمات اللي كنحط لكم راه دائما يمكنكم تستخدموهم في اي حاجه. بغيتو تستخدموهم في الطرز الرباطي ديال الماكينه كتستخدموهم في الطرز الرباطي ديال الماكينه، بغيتو تستخدموهم في الطرز الرباطي ديال اليد كتستخدموهم في الطرز الرباطي ديال اليد بغيتو تستخدموهم في التنبات كتستخدموهم في التنبات. نتوما اللي كتحددوا الرشمه شنو غادي تخدموا بها، ماشي الرشمه اللي كتحدد لكم شنو غادي تخدموا. يعني كتبقى ديك المساله ديال الذوق ديالكم اولا ديال شنو بغيتو ديروا وكديروه. يعني اي خدمه عفوا اي رشمه عجباتكم راه كديروا بها اللي بغيتو بها الطرز، بغيتو بها التنبات اللي عجبكم راكم كتخدموا بديك الرشمه هذيك. بالنسبه للناس اللي كيفضلوا الفيسبوك او الانستغرام، ما تنساوش انني غادي نخلي لكم الصفحه ديال القناه في الفيسبوك وكذلك في الانستغرام، غادي نخليهم لكم في صندوق الوصف. نتمنى انكم تدخلوا وتتابعوا الصفحه. ان شاء الله كاع الفيديوهات اللي غادي نبقى نديرو هنا في اليوتيوب غادي نبقى ننزلهم كذلك في الصفحه ديال الفيسبوك، باش حتى الناس اللي كيخدموا بنجمه 6 وما عندهمش الكونيكسيون ولا ما عندهمش الويفي يمكن لهم كذلك هما يستافدوا. الا بغاو يتعلموا الحرفه هما كذلك من حقهم انهم يستافدوا. داكشي علاش فكرت انني ندير الصفحه على الفيسبوك لهاد الناس هادو. اذا هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. بغيت ندوز لكم هكا على السريع هاد الرشمات هادو، بما انه دابا حنايا في الدخول المدرسي والناس يعني مشغولين شويه. بغيت ندير لكم شي فيديو خفيف على الرشمات اللي بغاهم بطبيعه الحال. نتمنى انهم يعجبوكم، نتمنى انكم تستفدوا منهم. الى عجبكم المحتوى ديال القناه نتمنى انكم تدعمونا بالاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم الجديد. نتمنى انكم تدعمونا وتخليو لنا شي تعليق اللي محفز اللي نكملوا به ونستمروا به ننزلوا الفيديوهات. وشكرا لانكم كملتوا الفيديو حتى الاخر ديالو.